السلام عليكم أعزائي المشاهدين، وأهلا ومرحبا بكم في قناة الطبخ العراقي الأصيل. اليوم حبيت أسوي لكم تبولة أتمنى تنال رضاكم وإعجابكم. خلينا نبدأ بالمكونات. أحتاج إلى ضمتين من المعدنوس أو البقدونس فرمتهم فرم ناعم. أحتاج إلى 3 حبات بندورة كبار فرمتهم فرم ناعم. أحتاج إلى حزمة من البصل الأخضر الطويل أو بصل عادي بكيفكم، أيضا راح أقطعه أمامكم تقطيع ناعم. أحتاج إلى ملعقتين أكل زيت الزيتون، وأحتاج إلى ملعقتين خل التفاح، إضافة إلى كوب من البرغل، يعني كوب وسط، يعني فنجان ونص تقريبا. أنا نقعتهم أول شي بمي حار لمدة دقيقتين، وصفيت المي وبعدين عصرت عليه ليمونتين حامض وخليته ينقع لمدة ربع ساعة على مود يشرب البرغل بنكهة الحموضة من الليمون. طبعا هذا برغل ناعم مو خشن. إضافة إلى طرش للتزيين وزيتون، إضافة إلى نص ملعقة أكل ملح. خليني أبدأ بتقطيع البصل وياكم. راح أقطع البصل ناعم. كل ما يكون ناعم كل ما يكون أفضل. أنعمه أكثر من مرة. قطعت البصل بهذه الطريقة وراح أخلط المواد مع بعضها. أخلي البقدونس أو المعدنوس، وراح أضيف البصل المقطع ناعم، وراح أضيف البندورة أيضا مقطعتها ناعم. وهنا مثل ما قلت لكم أنا نقعت هذا البرغل الناعم تقريبا بعصير ليمونتين حتى تشرب النكهات ويمتزج زين مع البرغل. تقريبا هذا فنجان ونص. راح أخلي هنا ملعقتين زيت الزيتون، وراح أخلي ملعقتين خل التفاح، وإضافة إلى الملح، وراح أخلط المواد كلهم. أجانسهم بهذه الطريقة، وراح أخليهم هسه بطبق التقديم. هذا هو أعزائي شكل التبولة بعد ما فرغته بصحن التقديم. أتمنى ينال رضاكم وإعجابكم. هذا ينفع عشاء كلش حلو لأصحاب الرجيم، يعني خفيف وطيب، وهي سلطة يعني كلها فيتامينات وتعزز امتصاص الحديد بالدم. أتمنى ينال رضاكم وإعجابكم هذا الطبق، وإذا عجبكم لا تنسون اللايك والسبسكرايب والكومنت الحلو. أشوفكم على خير وسلامة. باي. تابعوني يا أعزائي على فيس وتويتر والإنستغرام والجوجل بلاس باسم الطبخ العراقي الأصيل. شاكرة مروركم.